فيلمنا بيحكي عن قصة حقيقية يا صديق، وعلشان تفهم الفيلم ده محتاج تفتح مخك معايا شوية. الفيلم البطل ملاكمة اسمه تيدي فترة قبل الحرب سنة 1940، وبيوصل لمعسكر اعتقال أوشفيتز. في أول مجموعة بيفتتحوا بها السجن ده. بيبدأ الفيلم بتيدي وبيكون واقف ومغمض عينيه، وبيفتكر ذكرى لنفسه وهو بيتدرب في حديقة بيته، وبيكون معاه كلبه وبيشاور لابنه، وبيفتح عينيه في المعتقل، وبيمر عليه عسكري بيديله رقم 77 في ايده، والضباط الألمان قدامهم بيبلغهم بالتعليمات، وبيظهر انهم متوحشين وقاسيين جدا. وبنسمع التعليمات اللي بيبلغوهم بيها انهم اول دفعه توصل السجن ده، ومن بكره هيبداوا في شغلهم في تصليح سكنات الجنود الشباب، ومنهم اللي هيشتغلوا في النجاره. وبيعرفوهم انهم هيسمحوا لهم يعيشوا قبل ما يقتلوهم، اليهود بالكتير قوي اسبوعين والرهبان شهر، والباقي فهيكون 3 شهور، ومش هيبقى فيه لا رحمه ولا رأفه بيهم، ولا هيخرجوا من المكان ده الا بعد ما يكونوا تراب من المدخنه علشان هيولعوا فيهم اللي هو الهولوكوست يا صديق. وانهم ينسوا حياتهم وزوجاتهم واولادهم للابد، ومش هيرحموهم لانهم ما بقوش بشر خالص. وفي اليوم ده بيفتكر تيدي اليوم اللي بدأت فيه الحكاية وازاي جه هنا، وده لان في حرب بين المانيا وبولندا، والالمان استولوا على بيته واعتقلوه. وتاني يوم بنروح ليهم وهم شغالين في تكسير ونقل الصخور في البرد، وبيكونوا لابسين هدوم خفيفة، وبنشوف تيدي وهو بياخد ورق من على واحد ميت وبيحطه تحت هدومه علشان تدفيه. وبعد شوية جه وقت الغدا اللي بيكون عبارة عن شوية شوربة صغيرين مش هيكفوه، وبعد شوية بيجي راجل لطفل اسمه جانيك بياخد منه الشوربة وبيزقه، فبيلحقوا بطلنا تيدي. بعد كده بيبنوا الاسلاك الشايكة بتاعت السجن، وبنشوف كمان دخان الحريق اللي ولعوه الالمان. وبيكون في واحد كبير في السن بيتفق مع تيدي وواحد كمان معاه انهم هيسرقوا اللبس المدني بالليل من المستودع، وهيفكوا السياج ويهربوا. وبيعرفهم انه هرب من البلشفيين 3 مرات، والبلشفيين دول بيكونوا الروس لما احتل الاتحاد السوفيتي بولندا، والالمان مش هيكونوا اصعب منهم يعني. وقبل ما يخلص كلامه بيجي جندي الماني وبيضربه ضربه جامده في راسه بكوريك وبيموت. وبيحزن تيدي واللي معاه الراجل، وبيأمرهم انهم يرجعوا للشغل تاني. وبيجي تاني يوم وبنلاقيهم بيصحوهم من النوم بطريقه بشعه جدا، وبيروحوا على الورشه، وبيروح جانيك لتيدي وبيقول له انه عارفه وكان بيشوفه في نادي ليجيا ومسمينه تيدي على اسم ملاكم الماني يعني. وبيقول له كمان انه شافه في بطوله بولندا. فبيرد عليه تيدي وبيقول له ها وشفت ايه كمان يا سيدي؟ فبيقول له انه كان افضل لاعب في النادي وفي وارسو، وده عاصمه بولندا يا صديقي. فبيتعصب تيدي وبيقول له يبص حواليه، مفيش لا وارسو ولا ليجيا هنا ولا حتى قوه. وقبل ما يمشي بيقول له لو كان مكانه كان حافظ على اكله اكتر من كده. بعد كده بيروح تيدي لبيت الجنرال، وبيكون صنع له كرسي وجاي يسلمه. فبيقابل مرات الجنرال وبتاكد لنا ان مش الجنرالات والجنود بس اللي عنصريين. فبيشوف طبق فاكهه وبياخد تفاح وبيخبيه في هدومه، وبيدخل عليه الجنرال وبيتوتر وبيقول للجنرال انه رقم 77. فعينه بتيجي على لوحه هناك، فبيقول له الجنرال انها لوحه البريش تيدور رسمها ملاك بمفتاح الهاويه، وبيسيبه وبيمشي. فبيفضل تيدي يركز في الصوره للحظات، وبعدها بيرجع الشغل تاني وبيخرج التفاح وبيدي لجانيك واحده، فبيديها للراجل اللي جنبه. فبيزعله تيدي علشان مش بيحافظ على اكله، وبيديله واحده تانيه. وفي اللحظه دي بيدخل الجنرال اللي بيقول لهم مفكرين هسمح بالسرقه، وبيأمر الجنود ياخدوهم هم ال3. فبيأمر الراجل اللي معاهم يحط التفاح على راسه زي فيلم هيظن يا صديق. فبيسمع الكلام وبيقتله. وبعد كده بيجي دور تيدي، فلما بيقول له يحطها بياكلها. فلما بيجي يرفع مسدسه علشان يقتله بيبدا جانيك يقول كلام، فالجنرال بيقول له دي من مسرحيه في الهلمين تيل، يا رب كنا نطقتها صح يا صديق، لشيلر كاتب مسرحيه الماني. وبيستغرب انه بيقرا للالمان، فبيتراجع عن السرقه، لكنه بيؤمر بجلدهم 25 جلده لكل واحد فيهم. وبيجي الظابط وبيقول له كده يا معلم قتلت 4 بس هما مسجلين 5. فبيجي الخامس وبيقتله بدم بارد، وبياخدوهم زمايلهم لمجرى يصفوا فيه دمهم. وبعدها بنرجع لتيدي وجانيك وهما بيتجلدوا لحد ما بيطلع من ظهرهم دم. وبيجي الليل وبنشوف الجنود وهم مجمعين اهل المدينه طابور، وبيجبروهم يقلعوا هدومهم علشان هياخدوا دش، وياكلوهم وجبه سخنه. وفي الحقيقه بتكون دي فخ ليهم اللي هي المحرقه، وبيحرقوهم احياء. وتيدي ما بيقدرش ينام من الم الجلد ومن صوت صراخهم. وتاني يوم هما بيشتغلوا بيجي واحد وبينادي على الاتنين وبيرمي لهم حته سجق وبيتخانقوا عليها، وبيقف جانيك مصدوم من المنظر، وبيخليهم يضربوا بعض علشان يديهم الباقي، وبيبقى عايز يتسلى بيهم. وبيشاور على جانيك علشان يجي يلعب معاه ملاكمه، فبيخاف عليه تيدي وبيقف قدامه، فبياخدوه هو. وهنا بتبان مهارات تيدي، وبيدخل الراجل بتاع السجق علشان يضربه بالكوريك. فبيجي ظابط طيب معاهم وبيقول هيلعبه هو، ولو خسر خده، ولو فاز هنديله خبز. فبيوافقوا، وبيلعب تيدي باخلاق، وبيتحركوا هما الاتنين زي بعض، وبيكون الاتفاق على اللي هيجيب دم الاول. فبيفوز تيدي عليه. فبيساله الظابط هو كان بيلعب فين، وكان مبسوط منه جدا ومن مهاراته. فبيعرفوا تيدي انه فاز ببطوله وارسو. فبيقول له الظابط انه فاز ببطوله هامبورج سنه 1938. بعدها بيرجع جانيك للسجن وبيحكي لزمايله اللي حصل، وبيدخل عليهم تيدي وبيكون معاه اكل وبيقسموا عليهم. وبيبقى جانيك عنده التهاب رئوي وبيكح وتعبان. وبيجي تاني يوم وبيروح تيدي للظابط الطيب وبيقول له انه محتاج دواء واكل.
فبيقول له محتاج تفوز بيهم، وبياخده بيروح للجنرالات وبيقنعهم انه موهوب وانهم يديله اكل مقابل انه يدخل مباريات وان الرجاله هتتبسط بيها. وبيقرا السي في بتاعه وبيستغرب لان شكله ما يدلش انه بطل، وبيقول لهم انه شكل الفرخه الصغيره اللي منتوه فرشها ومش هيصمد دقيقتين في الحلبه. فبيقول له الظابط ممكن نفتح رهان عليها يصمد قد ايه، وبيقول واحد منهم انها فكره حلوه علشان يلهوا بيها الجنود لانهم خرجوا بالليل وعملوا مشكله مع القريه اللي جنبهم وهم سكرانين، وانهم ينظموا وسائل ترفيه ده هيبقى امن حل. فبيوافقوا، لكنهم علشان مش سالكين بيقولوا له يختار حد قوي علشان يعذب تيدي والمنافسه هتبقى اقوى، وبيجيبوا له واحد اسمه كابو ماكس، وبيجيبوا الجنرال ابنه معالي بيبقى مبهور من مهارات تيدي في اللعب وبيبان عليه الحماس. وبعدها الظابط الطيب بياخد تيدي وبينقله الشغل في الاسطبل، وبيقول له ان الشغل هنا سهل وكمان هياخد اكل. فبيساله تيدي على الدواء، فبيقول له يروح المستشفى ويبلغهم من تبعه. وبيروح وبيتعرف على الممرضه اللي اسمها ماريا اللي بتخيط له وبتنظف له جروحه، وبتعرفه على مساعدتها اليسيا، وبتقول له الممرضه ان اهلها ماتوا وهي بتساعدها وبترتب لها المكان. فبيشكرها تيدي، لكن وهو ماشي بيطلب منها دواء للالتهاب الرئوي، فبتديله الدواء وبتديله دواء تاني يديه للدكتور مرتخاي وده زميلها اللي بيكون في زنزانه تيدي. وبيرجع الزنزانه وبيلاقي الدكتور حاطط ايده على واحد وما نعرفش هو بيرقيه ولا ايه يا صديقي. وبعدها بنروح للجنرال وهو بيتعشى مع ابنه ومراته، وابنه بيقول له انه عاوز يوريه حاجه، فبيجيب مجلد حافظ فيه صوره مباراه تيدي اللي خسر فيها في الاولمبياد زمان، وبيسال باباه هو خسر ليه، فبيقول له باباه علشان ما بيعرفش يلعب. فبيقول له يركز لان تيدي وضع عليه انه ما كانش عايز يكسب عن اصل، وبيقول له باباه ان الملك رياضه الفلاحين وانه هيبدا يتعلم خيل الاسبوع الجاي. فبيقول له يا أبتاه لقد علمت أن الملاكمة مثل الشطرنج لكنها أسرع ب100 مرة. وهنا بنعرف إن رودي شغوف بالملاكمة، وبنرجع تاني للزنزانة وبنشوف اهتمام تيدي بجانيك، وبيجيب له دواء علشان يتحسن، وبيسأله هو هيعمل إيه في المباريات الجاية وهيكسبها إزاي. فبيقول له أول حاجة تكتشف نقاط ضعف الخصم وهيقاتل خارج منتصف الحلبة، والأهم من ده كله هتحافظ على قوتك لحد ما تيجي اللحظة الحاسمة. فبيسأله طب لو غش في اللعبة هتعمل إيه؟ فبيقول له إن زمان أنشأ واحد اسمه زيوس الألعاب الأولمبية وحط لها قواعد، وكل لاعب بيروح عند تمثال معين وبيحلف قسم إنه هيحترم الخصم وهيحترم نفسه في اللعب، في الوقت ده بس هتفوز. وبتمر الأيام وتيدي بيتدرب، وجانيك بيقابل إليسيا وبيبدأ يعجب بيها، وبتستمر المباريات وبيستمر الحرق، وبيبدأ تيدي يدرب جانيك، وبتزيد البطولات وبتزيد معاه الأكل والأدوية، وبياخدهم وبيساعد بيهم زمايله اللي معاه. وبعدها بيجيبوا مقاتل من سجن جديد علشان يلاعب تيدي، وكالعادة بيفوز تيدي وبياخد الأكل والفاكهة، وبرضه بيوزعهم على زمايله وهو وجانيك. بعد كده بنروح لبيت الجنرال وبنلاقي رودي واقع، فبيجيبوا له الدكتور وبنعرف ان عنده التيفود. وبتمر الايام والجنرال ومراته بيراعوا ابنهم، وفي السجن تيدي مش بيلاقي جانيك وبيدور عليه، فبيلاقيه قاعد بره وبيبص للسما وسرحان. فبيقول له تيدي انت بتعمل ايه؟ فبيقول له بابا قال لي اننا قبل ما نتولد بنكون ملايكه وبعدين بننزل على الارض، لكن الكويسين فينا هم اللي بيرجعوا فوق تاني. فبيقول له تيدي انا مش عايز العب تاني وهوقف. فبيقول له ما بقاش ينفع دلوقتي لانك بتلعب علشاننا كلنا مش علشان نفسك. بعد كده بيدي جانيك لسه عروسه خشب بيكون هو اللي صنعها بنفسه ليها، فبتفرح بيها جدا وبتبوسه. بعدها بنروح لبيت الجنرال وبنعرف ان ابنه مات ومراته كمان بتسيبه، وبنرجع تاني للمعتقل، وزي كل يوم جايبين دفعه جديده للمحرقه. يا رب كانوا يحرقهم كلهم يا صديق، وانت عارف قصد على مين. ونفس الكدبه انهم هياخدوا دش وهياكلوا، وفجاه بنلاقي 2 جنود جايبين اليسيا وداخله علينا وبيكون باين عليها اثار التعذيب. فبيشوفها جانيك وبيتخض وبيجري وراها، فبيأمرها تخلع هدومها وبتبدا تعمل كده فعلا، لكنها بتمسك المسدس من ايده وبتضربه بيه. فبيفتح الجنود النار عليها هي وكل اللي كانوا هيدخلوا المحرقه، فبيجي دم على هدوم الجنرال اللي هو ربنا ياخده هو كمان ونرتاح منه. وبيجري جانيك زي المجنون وبيروح لتيدي وبيعرفهم انهم قتلوا اليسيا، وبيرجع بعدها الشغل في العياده، وبيلاقي الجنرال بياخد حقنه علشان يحصن بيها نفسه، وبيخرف بشويه كلام فبنعرف انه مريض نفسيا. بعد كده بيروح تيدي لمأمور السجن علشان يسمح له يتنافس مع اقوى ضابط في السجن، وكان اسمه هامر شلاخ، وده مقابل انه يسيب جانيك يخرج. فبيرفض لان الالماني ما ينفعش يلطخ ايده ببولندي، بس بعدها بيوافق. لكن بنعرف انهم قرروا انهم يغشوا في المباراه، وانهم هيدعوا ضيوف زمايلهم للمباراه من معتقل تاني، وبيأمروا يتاكد ان اللي هيفوز في المباراه هو الالماني. بعدها بتبدا المباراه وبيكونوا متعادلين وقوتهم مقاربه لبعض لحد ما بيجي الفخ، وهو انهم بيدوا تيدي يشرب ميه وبيبقوا حاطين في الميه دي حاجه زي مخدرات، وبعدها بيدوخ تيدي في المباراه وبيخسر. وبيقوم تيدي بعد ما بيرجع وبيقول لهم انه هيكمل المباراه، فبيجيبوا له جانيك اللي بيكون مبهدلينه من الضرب والتعذيب، فبيرفض يتنافس معاه، وبكل قسوه بيقولوا له خلاص هنضرب عليه النار وانت بعده. وبيرفع الجنرال المسدس على جانيك وبيتحايل تيدي عليه يضربه، لكنه مش بيعمل كده، وبنشوف الجنرال وهو مش قادر يقتله ومتردد لانه بيحبه. فبيجي الخنزير ده بيضرب جانيك بالنار اول ما بيلف وشه، فبيتصدم الجنرال وبينهار تيدي، وبيضربوه وبيعلقوه مرفوع من ايده لحد الصبح. والمره دي بيشوف تيدي اول مره الناس وهم داخلين المحرقه من اوله، مش بيكتفي بالسمع بس زي كل مره، فبينهار اكتر. والصبح بيجي الجنرال بيفكه وبيقول له يروح للشغل، وبيسيبه وبيمشي،
وبيروح تيدي للمكان اللي حرقوا فيه جانيك وبينهار وبينام على رمادهم، وفي عز انهياره بيفتح عينه وبيشوف العروسه اللي جانيك كان عاملها، فبيحاول يستجمع قوته وبيمسكها، وبيقوم وهو بيتحول من اليأس لطاقة انتقام، وبيروح الحلبة اللي بيبقى المدعوين من المعتقل التاني موجودين فيها، وبيتعرف عليه مأمور السجن بتاعهم لانه كان حكم في المباراة بتاعته قبل الحرب، وبيتحمس وبيقوم بيراهن بكل اللي معاه على تيدي، وبيلعب تيدي وما بيكونش قادر يستخدم ايده من الألم، وبيعتمد على استنزاف طاقة المقاتل اللي قصاده، وبيوفر قوته لحد ما بتيجي اللحظة الحاسمة، وفي عز المنافسة وقوة هامر شلاخ فجأة بيخبطه براسه وبيكسر له صوابعه، وبيضربه ضربة قاضية بتحسم المباراة لفوزه، وبيطلب مأمور المعتقل التاني انهم يقبلوا ينقلوا له تيدي عنده، وبيجي له المأمور ده كأنه رصاصة الرحمة، وبعدها بيقابل الجنرال تيدي في الاسطبل، وبيحكي له الجنرال عن حلم بيتكرر معاه الفترة اللي فاتت، وكان معناه ان الجنرال تاب لكن هيعيش بذنب الارواح البراء اللي قتلها، وبعدها بيسأله عن احساسه لما بقى بطل، فبيعرفوا انه لسه مش بطل، فبيبلغوا الجنرال ان مأمور المعتقل التاني طلب نقله عنده وهيلعب عنده، وبيديله الدفتر اللي ابنه كان محتفظ بيه عن لعبه، وبيقول له بنحبه كان بيفهم اللعبة اكتر مني، وبيسأله في يوم من الايام بعد ما ده كله يخلص هتروح فين، فبيقول له هعمل بيت جديد، فبيسأله تاني لو لقاها هتبقى شخصيته عاملة ازاي وقتها، فبيقول له مش عارف هتكون عاملة ازاي اصلا، بس عارف هو عايز يبقى ايه، وبعدها بيمشي تيدي وبيبقى حزين على اللي عاشه في المكان ده وعن جانيك وإليسيا، واستمر بعد نقله في مباريات الملاكمة في معسكرات الاعتقال، وبعد ما حررته قوات الحلفاء رجع بولندا وحقق حلمه وفتح مدرسة لتعليم الملاكمة هناك. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تدعمني باشتراك وكومنت ولايك، واشوفك الفيديو الجاي بالسلامة.